حصيلة كرة القدم في دقيقة واحدة. دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد بعد نهاية مباراة برشلونة واتلتيكو بخسارة اتلتيكو بالدقائق الأخيرة يعانق هانز فليك ويقول له عليك العودة إلى هنا، يقصد في مباراة دوري أبطال ربع نهائي. في مباريات دوري أبطال يوم الثلاثاء فاز بايرن ميونخ على ريال مدريد خارج الديار في ملعب سانتياغو بهدفين مقابل هدف. الهدف الأول جاء بالشوط الأول عن طريق لويس دياز، أضاف هاري كين الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني ليقلص الفارق كيليان مبابي لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف. الحسم في الإياب. نوير أخذ أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ وتصدى ل8 كرات على المرمى. وأرسنال يفوز خارج الديار على سبورتنج لشبونة بهدف وحيد ليخطو خطوة نحو التأهل إلى نصف النهائي. رسميا بعد فوز أرسنال على سبورتنج الدوري الإنجليزي يحسم الفريق الخامس المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يعني 5 أندية سوف تكون متواجدة في دوري أبطال أوروبا السنة القادمة. مباريات يوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تلعب الساعة 10 مساء في ملعب الكامب نو. في نفس التوقيت 10 مساء القمة النارية بين باريس سان جيرمان وليفربول سوف تلعب في ملعب باريس بارك دي برنس. المباراة مهمة كذلك. إذا عجبتكم فقرة الحصيلة لا يكون متابعة مشاهدة ممتعة.